فتحت موبايلك عشان ترد على رسالة، وبعد ساعة اكتشفت انك لسه ما ردتش عليها. السؤال هو مين اللي سرق الساعة دي؟ غريبة صح؟ الأغرب انك مش كسلان، انت شغال طول اليوم، مشغول من الصبح، بس الحاجة الوحيدة اللي محتاج تعملها هي بالظبط اللي انت بتأجلها. وفي سبب علمي ورا كده خطير لدرجة انه هيخليك تشوف كل قرار بتاخده بطريقة تانية خالص. سنة 2009 أستاذ في جامعة نيويورك اسمه هال هيرشفيلد حط ناس جوه جهاز رنين مغناطيسي وقال لهم فكروا في نفسكم دلوقتي، وبعدين فكروا في نفسكم بعد 10 سنين. النتيجة كانت صادمة. لما الناس فكروا في نفسهم في المستقبل، مخهم اشتغل بنفس الطريقة اللي بيشتغل بيها لما تفكر في واحد غريب عنك تماما، مش صاحبك، مش أخوك، حد غريب. يعني المستقبل بتاعك بالنسبة لمخك مش انت، هو حد تاني. ولسه دي مش أغرب حاجة. لما بتأجل مذاكرة أو شغل أو حتى الرد على رسالة، انت مش بتأجلها لنفسك، انت بتحملها لحد غريب هتقابله بعد شهر وسايب له المشكلة يحلها عادي جدا. تحس انها مش مشكلتك، وده بس نص الحكاية. في سبب تاني أقدم بكتير من أي دراسة، سبب مستخبي جوه كل واحد فينا من آلاف السنين. تخيل جدك الأول شايف أكل قدامه في الغابة، لازم يأكله فورا، مفيش وقت يفكر في بكرة، لأن ممكن أصلا ما يعيش لبكرة. المخ ده بنفس البرمجة لسه شغال جواك لحد النهاردة، وكل ثانية بيقارن بين حاجتين: متعة سريعة قدامك دلوقتي زي إنك تفتح الموبايل، وفايدة بعيدة زي إنك تخلص شغلك، وفي كل مرة تقريبا بيختار الأقرب. وهنا بالظبط بيجي دور شركات انت متخيل إنها بتساعدك، وهي في الحقيقة بتستغل الضعف ده. تيك توك، انستجرام، حتى الألعاب على موبايلك كلها مبنية عشان تديك مكافأة كل كام ثانية. يعني لما بتحاول تركز في شغل أو مذاكرة، انت مش بس بتقاوم كسلك، انت بتنافس أذكى شركات في العالم شغلها الوحيد إنها تكسب انتباهك كل مرة. مش غريب إنك بتخسر أحيانا، بس السؤال اللي هيغير نظرتك للموضوع كله لسه ما جاش. باحث اسمه بيرس ستيل جمع عشرات السنين من الأبحاث عن التسويف، ولقى حاجة محدش كان متوقعها. الناس مش بتأجل عشان كسلانة، الناس بتأجل عشان خايفة من الفشل. فكر فيها كده، طول ما المهمة لسه مؤجلة، انت لسه ما جربتش، يبقى لسه ما فشلتش. بس لو بدأت فعلا وفشلت، بقى الفشل حقيقي وموجود قدامك. فمخك من غير ما تحس بيفضل يسيبك في منطقة لسه ممكن أنجح، بدل ما يخليك تواجه احتمال أنا فشلت. يعني كل مرة بتأجل فيها حاجة، انت مش بتهرب من الشغل، انت بتهرب من اللحظة اللي هتعرف فيها الحقيقة عن نفسك. طيب لو المخ مبرمج كده من الأول، يبقى في حل. أيوة، نفس الأستاذ هال هيرشفيلد عمل تجربة تانية ورى فيها ناس صورة لنفسهم بعد ما يكبروا، معدلة ببرنامج كمبيوتر. اللي شافوا نفسهم الكبير قدامهم حسوا إنه فعلا هم مش حد غريب، والنتيجة كانت صادمة. قرارات مالية أفضل وادخار أكتر من أول التجربة. يعني لما تخلي نفسك في المستقبل حاجة واضحة وحقيقية قدامك، مش مجرد خيال بعيد، مخك هيبدأ يحترمها زي ما بيحترم نفسك دلوقتي. فجرب الحركة دي المرة الجاية. قبل ما تأجل أي حاجة، اسأل نفسك سؤال واحد بس اللي هيتعامل مع نتيجة القرار ده بكرة: هو أنا فعلا ولا بقرر كأنه حد تاني؟ سؤال بسيط بس بيكسر وهم مخك عايش فيه من زمان. وفي الآخر المشكلة مش إنك كسلان، المشكلة إن مخك من غير ما تحس شايف نسختك في المستقبل كأنها شخص تاني، وإنت بس إنت اللي تقدر تقربه منك. لو وصلت لهنا فأنت دلوقتي شايف الموضوع بشكل مختلف، وده بالظبط هدف إدراك. لو عجبك النوع ده من المحتوى، اشترك في القناة وفعل الجرس، لأن كل فيديو هنا هيخليك تبص للحياة من زاوية جديدة. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.